بيبدأ الفيلم مع مجموعة من الأشخاص اللي بيكونوا راكبين طيارة خاصة عشان يسافروا من نيويورك لإيطاليا، وبتكون في عربية مستنياهم علشان توديهم للسفينة. وبنتعرف بعدها على أمبا اللي بتقول لجوزها أنتوني إنها مسافرتش المسافة دي عشان تركب سفينة عادية، وهو قال لها إن دي فكرتك أصلا. وبنتعرف بعدها على شاب اسمه جوزيف، وبيبدأ يوريهم الغرف اللي هيناموا فيها، وبالليل بتعرض عليهم دوبي إنهم يزوروا الجزر المهجورة، وهناك قاطعهم أنطوني اللي بيكون لابس هدوم جديدة، وأنبا والمجموعة بيضحكوا على شكل الهدوم، وهو بيرد عليهم وبيقول لهم إن الهدوم دي من ماركة فاخرة. في اليوم التاني بتنزل المجموعة البحر، بينما إمبا في المركب لسه، وجوزيف بيقول لها إن الجو حلو. أما أنطوني بيطلب منها إنها تنزل المية وهي بترفض، لأن المية فيها سمك ومش عايزة حاجة تلمس جسمها. وبترجع أمبا تاني للمركب وبتبدأ تلعب رياضة على العجلة، وهنا بتطلب من جوزيف إن يجيب لها كوباية مية، بس هو بيتضايق من طلباتها اللي مش بتخلص، وحتى بيقول بينه وبين نفسه إنها مغرورة ومش طايقها. أما الباقي بيكونوا طلعوا قاعدين تحت الشمس، وجوزيف بيروح علشان يقدم لهم القهوة، وإمبا كالعادة تقول له إن القهوة باردة ولازم يرجع يسخنها، وبتطلب منه إن يسخنها بسرعة لأنهم دافعين فلوس ليه علشان يخدمهم. فبيروح بعصبية للمطبخ وبيقول للكابتن انه خلاص مش قادر يتحمل تصرفات امبا، والكابتن بيطلب منه انه يستحمل لحد ما يوصلوا للجزيرة. في اليوم التاني بيروح جوزيف علشان يقدم الغداء، وامبا بتقوله ان السمك ده مش حلو ولازم يرجع شوية مرة تانية، بينما جوزيف خلاص جاب اخره وبيكب السمك اللي في الطبق عليها، وبعدها بيشيلها بيرميها في البحر. بينما امبا بتنادي على جوزها علشان يساعدها، وجوزيف بيقول لهم ان اللي هيساعدها ينط يلا وراها في المية، لكن بيطلع كل دي خيالات في دماغه. ودخل المطبخ تاني يشوي السمك مرة تانية، والكابتن بيقول له ان يسيب السمك ويعمل لهم اكل تاني، وجوزيف بيقول له على اي اساس اعمل لهم اكل تاني، والكابتن بيقول له انهم اغنياء واحنا خدامين عندهم. فبيطلع ليهم الكابتن وبيقول لهم ان جوزيف بيطبخ لكم اكل تاني. اما المجموعة بتروح ناحية البحر، ولما رجعوا المركب تاني بتقول امبا للكابتن انهم اصطادوا سمك احسن من اللي جابه جوزيف، وبتديهوله وبتطلب من الكابتن يشويه، بينما الطباخين بيقولوا له ان السمك ده غريب ومش عارفين يطبخوه، فبيقولوا لجوزيف ان يشوي ليهم سمك عادي. وفعلا امبا بيعجبها الغدا وبتقول لهم انهم يصطادوا بعد كده من السمك ده، لكن اللي مش عارفاه ان السمك ده هم اصلا رموه في البحر وادوها من السمك العادي علشان تسكت. وبيروح بعدها علشان يقدم لها عصير هي وصاحبتها مارينا، وهنا بتقول له امبا ان يغير تيشيرته اللي كله الوان وكانه تيشيرت اطفال، وطبعا جوزيف بيروح يغير التيشيرت زي ما طلبت منه. وبالليل الكابتن بيقول له يروح ينام ويرتاح بعد كل اللي حصل في اليوم. وتاني يوم بتسأله عن مكان صحابها، فبيقول لها جوزيف انهم راحوا يستكشفوا الكهف، فبتطلب منه ان ياخدها بالقارب نفس الكهف ده لان المحرك بيعطل في نص البحر، وامبا بتأمر جوزيف ان يصلحه. وبعد فترة بيقول لها ان المحرك عطل وصعب تصليحه، فبيفضلوا لحد بالليل في القارب. واليوم التاني بيرجع يحاول مع المحرك تاني، لكن بتقع السكينة في البحر وهو بينط وراها، وإمبا بتلاقي نفسها لوحدها بالقارب، فبتنهار وبتفضل تصوت وتنادي على جوزيف. وهو بيفاجئها من الناحية التانية من القارب، وبيكون جاب لها سمك علشان تاكل أحسن ما تموت من الجوع. وإمبا لما بتشم ريحة السمك ني بتروح رمياه في البحر، فبيتعصب جوزيف وبيقول لها إنه بقاله ساعة بيحاول يصطادها. وبعد شوية بيشوفوا سفينة من بعيد، فبتاخد إمبا مسدس الإنقاذ علشان تضربه، بينما جوزيف بيحاول ياخده منها لأن مش فيه غير طلقة واحدة. فبيتخانقوا مع بعض على المسدس لحد ما بتضرب إمبا الإشارة في البحر، وبالليل بتمطر الدنيا وبتحصل عاصفة في البحر. واليوم التاني بتشوف إمبا جزيرة قريبة منهم، فبتصحي جوزيف وبتأمره إنه يوديها الجزيرة. وبيبدأ جوزيف يستكشف الجزيرة ويكتشف إن الجزيرة مهجورة، وإمبا بتطلب منه إن يرجعها البحر لو الجزيرة مهجورة فعلا، لكن هو بيرفض وبيسيبها لوحدها. وبيدخل الجزيرة وبيلاقي هناك كوخ قديم، فبيعمل رمح علشان يصطاد بيه. اما امبا بتحاول تلاقي اكل بس مش بتلاقي حاجه غير الحشرات، فبتفضل تمشي لوحدها علشان تلاقي ميه تنفع للشرب. وهناك فجاه بتشوف جوزيف اللي بيكون بيشرب ميه، وبيروح بعدها للصيد، ولما بيرجع بيلاقي امبا شربت كل الميه، فبيبدا ينتقم منها، وبيقلع وقتها كل هدومه وبيقعد على الكرسي، وبيقول لها لو عايزه تاكلي من السمك اللي جبته فلازم تخدميني زي ما خدمتك قبل كده. فبتقول له حاضر. فبيقول لها اول طلب ليا انك تغسلي كل هدومي لاني مش هفضل بدون ملابس. وطبعا امبا بتعمل كده على امل ان يخليها تاكل معاه، وبيسيبها بعدها وبيدخل الكوخ وهي بتتوسل ليه ان يخليها تدخل معاه كوخ، لكن هو بيرفض وبيقول لها خلي بالك من الحيوانات المفترسه. وامبا بتفضل صاحيه طول الليل بسبب خوفها من الحيوانات المفترسه اللي اصلا مش موجوده. تاني يوم بيصحيها وبيقول لها نضفي الكوخ لو مش عايزه تموتي من الجوع، وبعدها بياخدها للبحر علشان يصطاد، وبيطلب منها انها تخبي السمك وكفايه تفضل توقع فيه في البحر.
ولما بيرجعوا بيأمرها انها تشوي السمك على النار، ولما بترفض بيضربها وبيقولها تروح تجمع الحطب يا اما هيعاقبها ويخليها تبوس ايده. وبعدها بيصطاد جوزيف اخطبوط وبيطلب منها انها تشويه، فبتجمع امبا الحطب وهو بيطلب منها انها تفضل واقفه لحد ما يشوي الاخطبوط. ولما بيتأخر شويه بيطلب منها انها ترقص علشان يتلهي شويه لحد ما يستوي الاخطبوط. وهي فعلا بدأت ترقص، وجوزيف بدأ يتخيلها بترقص في الحفلة. ولما بيصحى من تخيله ده بيشوف نفسه في الجزيرة تاني، وجوزيف بيستسلم للواقع وبيطلب منها تقلع كل ملابسها. ولما بترفض بيعمل ده بالقوة لحد ما بتضربه وتهرب، وهو بيفضل يجري وراها لحد ما بيمسكها. وبعدها بيحاول يغتصبها، لكن إمبا بتكون مش راضية وبتعضه، فبيسيبها لوحدها وبيقولها لو غيرتي رأيك أنا مستنيكي في الكوخ. وفعلا في اليوم التاني بتروح له بتتوسل ليه يسامحها وحتى تبوس رجله كمان. فجوزيف بيسحبها للكوخ وبيدخل معاها في علاقة، وبتعدي الأيام فبيبدأ يعلمها جوزيف الصيد، وبدأت تنفذ كل طلباته. وفجأة لما كانت بتلم الحطب بتلاقي سفينة من بعيد، فبتحاول تنادي عليها لكن بدون فايدة. وبالليل بيسألها جوزيف عن السبب اللي خلاها ساكتة، فبتقوله ان هي حاسة ان عمرها كبير وهو لسه شاب. وجوزيف بيضحك عليها وبيقول لها ما تفكريش في الموضوع ده، لان اكيد هنخرج في يوم من الجزيرة. وبعد كده الدنيا بتمطر والمية بتدخل الكوخ، فبيحاول يلاقي حاجة علشان يوقف المية، لكن مش بيلاقي حاجة غير ازازة مشروب قديمة. في اليوم التاني بتاخد امبا اخطبوطه وبترميه على جوزيف، وبيسألها ازاي جابته، فبترد عليه وبتقوله بالرمح. فبيقول لها جوزيف ان دي وظيفته، وانتي بس بتطبخي وتنفذي الطلبات. فبيجري وراها للشط لحد ما تقع امبا على الرملة، وهو بيقع وراها وبتحصل بينهم علاقة على الشاطئ. وبتعدي الايام وبتبدا امبا تحب جوزيف وهو كمان بدا يحبها. وفي يوم من الايام لما بيصحى جوزيف من النوم بيلاقي امبا جنبه، واللي بتكون قاعده بتتفرج على سفينه قريبه منهم. فبيحاول جوزيف ان ينادي على السفينه لكن هي بتمنعه، وبتقول انها بتحبه وسعيده جدا بوضع ده كده، ومش عايزه ترجع للتعاسه اللي كانت عايشه فيها لان حياتها قبل كده كلها مزيفه. وبيقول مساعد ان امبا في الطياره، فبيجري جوزيف علشان يلحق امبا لكن بدون فايده لان الطياره خلاص طلعت. فبيرمي الخاتم في البحر وبيتخلى عن حبه. اما امبا كانت بتعيط على جوزيف. وبيخلص فيلمنا لحد هنا.